السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة كده هنعمل مع بعض غدوة كده سريعة. هعمل السمك الفيليه او ستريبس السمك، تحفة بصراحة. انا حبيت اوريكم كده شكله قبل ما اقطعه. هو ده بيكون شكله. بيكون يعني بجيبه كده من السوبر ماركت، بيبقى موجود في اي مكان، هو اي نوع سمك فيليه تستخدميه. دلوقتي انا هوريكم انا بقطعه ازاي. نجيب كده بوله اللي هتبل فيها السمك. بسم الله الرحمن الرحيم. اجي كده، اللهم صل على النبي. تمام. تقطعيه بقى زي ما انت عاوزه. انا حبيت اقطعه بالطريقه دي لاني انا عاوزه اعمله زي الاستريبس، فانتي زي ما انتي عاوزه قطعيه. تمام. مش راضيه تقطعي ليه كده بالشكل ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. هقطع بقى انا السمك اللي معايا، شايفين بالطريقه دي كده شكله هنقطعه كده كله. هخلص بقى انا الكميه دي وهرجع لكم تاني. كده خلاص انا قطعت كل كميه السمك اللي معايا. هو ده مقدار كيلو، هو بيجي الكيس كده على بعضه بيكون كيلو. وفي طبعا اللي بيبقى عند بتاع الاسماك عادي سايب، هو يعني بيجيبيه بالكيلو وبالنص. تمام. بس ده كان اللي هو الكيس. انا كده قطعته بالشكل ده. تمام كده. هاجي بقى التتبيله دي عباره عن توم واللهم صل على النبي، فيها كمون وفلفل الاحمر وليمون وخل. التتبيله ديت اللي احنا عملناها قبل كده للبتنجان. تمام. هاجي هاخد منها كده حدود معلقتين. ودي بهارات سمك. بهارات السمك دي عبارة عن بابريكا وبهارات سمك وكركم واللهم صل على النبي كمون. طبعا هو الاساسي في السمك الكمون، السمك بيحب الكمون. وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وزعتر. تمام. طبعا وملح. حط كده كل الكمية دي. بسم الله. نقلب بقى كده بالراحة علشان يتبل خالص كده كله في بعضه. خلاص كده انا تبلت الكمية كلها اللي معايا. هسيبها شوية في التلاجة نص ساعة. تمام. بعد كده نيجي بعد النص ساعة طبعا نجهز الرز ونقلي السمك ونشوف احنا هنقليه ازاي. تعالوا بقى كده نعمل مع بعض الرز. هنحتاج للرز بصلايه مبشوره كبيره او بصلتين، وجزر مبشور. دي كانت جزرايه كبيره. طماطم مبشوره. دي باقي الخلطه اللي هي بتاعت السمك. الخلطه دي انا سبت منها معلقه كده علشان انا اقول لكم اعمل بيها وادي البهارات بتاعتنا اللي احنا هنضيفها على السمك. ملح وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وبهارات مشكله اللي هي 7 بهارات وكركم وبهارات فراخ. شوفي بقى التتبيله دي هتدي طعم تحفه للرز. تعالوا كده مع بعض نشوف هنعمله ازاي على النار. كده انا حطيت الحله على النار. هضيف بقى شويه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يعني الكميه دي. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. الزيت بقى يسخن وننزل بالبصل كده. البصل والجزر بيدي طعم تحفه بقى الجزر للرز. تمام كده. ننزل بقى كده الاول بالبصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام كده. نفضل بقى نشوح في البصل لحد ما نوصل للون غامق كده شويه. بعد كده هوريكم هنعمل فيه تاني. ادي كده البصله شوفوا عامله ازاي. ادي كده لونها اهو. هضيف بقى
اللهم صل على النبي. الجزر تمام. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نقلب بقى كده. بعد كده هضيف الثوم بالخلطه اللي هي سبتها من الخلطه اللي احنا تبلنا بيها السمك، بتدي طعم مش قادره اقول لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر على الريحه الصراحه. الريحه تحفه تحفه تحفه. انتوا هتجربوها وهتقولوا لي ايه رايكم فيها. اللهم صل على النبي على الريحه. تمام كده. نيجي بقى نضيف ايه تاني؟ الرز. ده مقدار من نص كيلو رز، غسلته كويس وايه وخليته لما تصفى يعني من الميه بتاعته. بسم الله كده. الله اكبر على الريحه بجد، ريحتها تحفه، ريحتها كده جباره. ما شاء الله يعني على الريحه. نقلب بقى كده كل الكلام الحلو ده كده مع بعض. احلى رز سمك تاكليه بالطريقه دي بصراحه يعني. بصوا زي بتاع رز السمك بتاع المحلات اللي بره بالظبط. نيجي بقى ايه نضيف الطماطم المبشوره. نضيف بقى ايه التوابل بتاعتنا على طول كده، كله كده ايه مره واحده. تمام. انا مش عارفه اقلب بالمعلقه دي، نجيب معلقه خشب احسن. تمام كده عشان بس ايه طريه كده ومش عارفه اقلب بيها. نقلب بقى كل الخلطه دي ببعض كده. الله اكبر على الريحه. اكيد الريحه واصله لكم صح؟ ريحتها تحفه بصراحه. الثوم اصلا بيقلب اي ريحه اكل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. كده بعد بقى ما ايه مشوحنا كده كل الكلام الحلو ده، ننزل بقى ايه بمقدار الميه بتاعنا. تمام. تمام كده اهو. بسم الله. ننزل بالمقدار ده. ايه انتوا عايزين ايه؟ عايزين تاكلوا؟ ده عذاب صراحه يعني. عايز ايه يا ملك؟ حاضر هعمل سمك. ما هو ده سمك فيليه. تمام. ادي كده ايه ضفت كل الميه. نقلب بقى كده بس يا مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. ادي مقدار الميه بتاعنا كده خلاص كده تمام. وصل ايه للمقدار بتاعنا. هغطيه بقى، واول ما يتشرب طبعا هدي النار خالص عليه. وتعالوا مع بعض نقلي السمك. ايوه الصبر حلو. بقى تعالوا نجهز الايه الغلاف او اللي احنا هنعمل بيه السمك. تمام. هنا دقيق الكميه اللي انت عاوزاها، والتوابل هنضيفها على الدقيق توم وبصل بودر وبابريكا والسبع بهارات وتوابل السمك اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. تمام. هنضيف بقى كده و3 معالق من النشا. نقلب بقى كده كله في بعضه. النشا ده هيخلي السمك بتاعك كريسبي، وغير كده بيديله لون حلو جدا، غير بقى الطعم. طبعا التوابل برضو اللي احنا ضفناها دي ليها برضو شغل برضو اساسي. عفوا يعني ايه الغلاف من بره هيبقى برضو ايه متبل. تمام كده. هنا معايا ايه العلبه دي او هاتي بوله اي حاجه يعني، حطيت فيها شويه ميه. هاجي باخد ايه معلقتين كده او 3 من الخليط ده. بسم الله. تمام كده. ونقلب بقى كده خالص كده. انا قلبت الخليط بتاعي ده كده كويس لحد ما ايه ده بقى كده قوامه. تمام. هاجي بقى اروح ايه اخد من هنا كده
احط هنا بالشكل ده. بسم الله كده. هنزل بقى ايه في الخليط ده كده. اللهم صل على النبي. بعد كده اروح مطلعاه من الخليط ده، هحطه برضو تاني في الخلطه ايه اللي احنا عاملينها بتاعه الدقيق. تمام كده. بعد كده هنزل فيه تاني الخطوه دي علشان ايه الغلاف بتاعه يبقى ايه كريسبي كده ويبقى طعمه حلو معاكي ويبقى كتير. يعني عايزه الغلاف بتاعه قليل، ممكن تكتفي بمره ايه واحده بس. تمام. يبقى كده ايه حاجه نرص عليها. بسم الله. بصوا كده. تمام كده. نعمل واحده تانية ايه نحطها الاول في الدقيق بالشكل ده. بعد كده هنضيفها في الخليط ده. تمام كده. بعد كده هنزل هنا في الخليط تاني. تمام. هروح بقى منزله تاني كده في الخليط وهنزله تاني ايه في الدقيق. تعملي الخطوه دي كده، نضغط كده عليه بالراحه. انا بقى اخلص الكميه دي كلها اللي معايا وبعد كده هوريكم احنا هنقليه ايه ازاي وهنخلصه ازاي بالشكل ده كده. تمام كده. انا حطيت بقى الزيت على النار وايه، واول ما سخن ثواني كده في ايدي كده هو سخن، هنزل بقى ايه بالسمك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يسخن بقى كويس جدا الزيت وبعد كده ايه تنزلي على طول بالسمك وتهدي بقى ايه النار عشان السمك كده يستوي ايه من جوه ويبقى حلو كده من بره. تمام كده. بصوا انا قلبته على الناحيه الثانيه. بصراحه الريحه قلبه الشقه. بصوا كريسبي ازاي ما شاء الله، يعني تحفه. اخلص بقى انا كل كده الكميه واقليها ونقدمها مع بعض. ما شاء الله يعني على الريحه. الله اكبر. شايفين؟ ادي كده الاكله بتاعتنا خلصت النهارده. ايه رايكم في الجمال ده؟ ما شاء الله تحفه. بس يا مالك والاكل والسمك ريحته حلوه جدا، غير كده طعمه خرافه بصراحه. تعالوا كده نشوف واحده مع بعض. بجد حلو جدا. شايفين من جوه عامل ازاي والقرمشه حكايه. ندوق بقى كده مع بعض. بسم الله. جامد تحفه. شايفين؟ حلو جدا حلو جدا بجد. جربوه بالطريقه دي. النشا حلو جدا بيخليه مقرمش وكريسبي كده. والرز طبعا اللي احنا عملناه برضو مفلفل وحلو. رايكم في الجمال ده بقى؟ يا رب تكون النهارده ان شاء الله كده الوصفه عجبتكم، واتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قول لهم مع السلامه. مع السلامه.